انسوا بقى سلق الفراخ نهائيا والقلي والزيوت والدهون، وجربوا الطريقه دي هتنبهروا فعلا بالطعم. الطاجن ده عايزه اقول لكم هيضربوا لكم ليه تعظيم سلام. اول حاجه انا معايا صدر فرخه قطعته مكعبات بالشكل ده، وهحضر معايا طاجن اللي انا هعمل فيه كل حاجه، يعني هو ده الطاجن اللي هستخدمه. هتبل فيه واسوي فيه. معايا كده حوالي 4 5 فصوص من التوم هفرمه معايا ناعم بالشكل ده، وعليهم معلقه كبيره من الصلصه، وعصير نص ليمونه، ورشه خفيفه قوي من الحبهان على طرف المعلقه، ومعلقه من الكزبره الجافه، ومعلقه من الفلفل الاسود صغيره، والملح بيكون على حسب الرغبه. ضفت معايا كده معلقتين صغيرين، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعايا صويا صوص هضيف منهم معلقتين كبار. لو مش متوفر الصويا صوص استغني عن الخطوه دي، مفيش مشكله خالص. ومعلقتين كبار من زيت الزيتون. لو عايزين تستخدموا زيت نباتي مفيش اي مشكله، براحتكم خالص. هنقلب بقى الخلطه دي زي ما انتم شايفين كده تمام، ونبدا بقى نضيف ليها صدور الفراخ، والكميه دي ترجع ليك على حسب عدد افراد البيت عندك. وبعد كده محضره معايا فلفل رومي وفلفل حامي، والحامي دايما اقول لكم انه يكون على حسب الرغبه. انا معايا رومي اخضر واحمر، ومعايا فلفل حامي. وضفت معايا كده حوالي 4 حبات من الطماطم مقطعه مكعبات بالشكل ده. واهم مكون لازم تضيفيه البصل الاورمه. يا جماعه مش قادره اقول لكم طعمته عامله ازاي. البصل ده انت بتطلعيه كده بيبقى طعمه عسل حلو قوي قوي. عايزه اقول لك انت هتسيبي الفراخ وتاكلي البصل بس. تبلت الخضار كله كده مع البصل الاورمه تمام. ودلوقتي محضره معايا معلقتين كبار من السمنه البلدي، ودول بقى اللي هينقلوا الطاجن معايا نقله تانية خالص. انتوا عارفين صدور الفراخ بتبقى جافه ومفيش فيها دهون، فمعلقتين السمنه البلدي دول هم اللي هيطعموا معانا الفراخ دي. اخر حاجه بقى هضيفها هي فنجان من الميه المغليه. وهجهز دلوقتي معايا ورق زبده. ورق الزبده انا ببله الاول. في ناس كتيره جدا بتسال انت بتبلي ورق الزبده ليه؟ عشان ما يلزقش على الخضار. تمام. وبعد كده هغطيه معايا بورق فويل. لو الطاجن طبعا ليه غطا هتغطيه بالغطا بتاعه، مش محتاجه لا ورق زبده ولا ورق فويل، او حتى اي غطا بيدخل معاك الفرن. دخلت بقى الطاجن بتاعنا يستوي، وحضر معاه رز حبه وحبه. على النار بضيف سمنه على زيت، وباخد كده حوالي نص كوبايه من الرز. بحمر الرز ده بحيث يوصل معايا للون الذهبي اللي هتشوفوه معايا ده. هو هنا خد اللون الاصفر، لسه هحمره شويه كمان واوريكم دلوقتي شكله. شايفين شكل الرز عامل ازاي؟ لازم اوصل للمرحله دي، لان انت لو خليتيه فاتح شويه بعد كده بعد ما بتضيف الميه المغليه بيبدا لونه يفتحها اكتر. بتحسين انه مفيش فرق كتير بينه وبين الرز الابيض. وبعد كده هضيف ليه الرز الابيض المغسول، ونبدا بقى نحمرهم مع بعض. وبالنسبه للرز حبه وحبه ما بضيفش ليه غير ملح بس. حتى الفلفل الاسود مش بضيفه ليه؟ لانه هيغمق معاك الرز. هنبدا بقى نحمره، ودي مرحله مهمه جدا عشان الرز يطلع معاكي مفلفل وحلو قوي قوي. لازم تحمريه كويس بحيث ينشف من ميته تماما، وتبقى وانتي بتقلبيه عامل زي الخرز كده في المعلقه. انا هنا ضفت معايا معلقه صغيره من الملح، وفي المرحله دي حاطه ميه تغلي معايا على النار في البراد. هبدا اضيف الميه المغليه. الميه هنا يا دوب بتغطي الرز بنص عقله صباع. وزي ما قلت لكم لازم الميه تكون مغليه، لو الميه بارده الرز هيبقى مكسر معاكي. بخلي هنا الرز ياخد غلوه معايا على نار عاليه. اول ما يبدا يتشرب الميه بتاعته ببدا اهدي النار شمعه لحد ما يستوي معايا بالشكل ده. هتاكلي احلى رز مفلفل. وطعمه الحلو يا جماعه جاي من التحمير اولا عشان يبقى مفلفل، ومعلقتين السمنه البلدي اللي انا بضيفهم وبحمر فيهم الرز. هتاكلي احلى رز بجد حلو قوي قوي. ودلوقتي الطاجن بتاعنا في الفرن، الله اكبر ريحته قلبت الدنيا بجد، طعمه خطير. لازم تجربه. وسهل وسريع وما خدش اي وقت خالص، ولا كركبه بقى ولا مواعين كتير، ولا تحمري في بانيه ولا كمان تستخدمي زيوت. الوصفه دي سهله وبسيطه ومش هتاخد معاكي وقت خالص، والطعم بجد عالمي. ان شاء الله هتجربوه، انا متاكده يعجبكم. اتمنى تشيروا الفيديو ده.